الله الرحمن الرحيم. نبذة مختصرة وفكرة عن البرنامج. نبدأ نقول إن البرنامج ده هو نت بروجرام في سباكو برو، يتناول الكرة السويسرية بمفهوم شامل، مرونة الجسم، تقوية عضلات، التوازن، التنسيق العصبي العضلي. تمام؟ هنبدأ كلنا. لو شفنا مثلا الصورة دي بتوضح لنا ان ازاي تعمل تأهيل للعمود الفقري. تأهيل العمود الفقري يحتاج منك ان انت تقوي العضلات العميقة اللي هي الديب ماسلز، اللي هي الباك اكستنسورز، والايه الابدومينال ديب ماسلز اللي هي ايه ترانسفيرس ابدومينال ماسلز. مع انك تعمل كمان تمرينات ايروبكس وفيتنس بروجرام. طيب لو شفنا تاني مقطع تاني من المطلوب اللي في حالة الروماتويد ارثرايتس، في حالات الروماتيزم هنشوف لازم تعمل حاجة اسمها رينج اوف موشن اكسرسايز، يعني المرونة، يعني مرونة المفاصل، وتعمل ايه الماسل باور، يعني تقوي العضلات. طيب وتمنع التشوهات عموما في الجسم، الكارديو فاسكولار فيتنس. طيب البروبرسبشن اند بوشر ستابيليتي، وانك تمنع ان هو يحصل ايه سقوط له او كده. طيب الكلام ده كله ممكن لو لاحظتوا كمان في حاجه ثانيه نضيف عليها هنا، بحاله الاوستيوسات، خشونه المفاصل في الجسم وخاصه المنطقه القطنيه. لو شوف هنا التركيز على ايه، على الكور ستابيليتي، ثبات منطقه الوسط. كلمه كور اللي هي التورسو او الترانك. ترانسفيرس ابدومينس ماسلز دي اللي هي العضله بتاعت الحزقه، الكحه، الترجيع. هذه العضله بتثبت القفص الصدري من الامام على منطقه الحوض. الاريكتورو سبايناي دي عضلات لو هنتكلم عنها دلوقتي اهيت العضله اهيت ديت المالتيفيدس، والايه الاريكتورو سبايناي ماسلز طالعه لغايه الرقبه هنا. هي هنقول مثلا واحده اسمها ساكرو سبايناليس، يعني جايه من الساكرال المنطقه ديت وراحه لفوق لغايه هنا. والساكرو سبايناليس لها 3 اجزاء: ساكرو سبايناليس دورساي، وساكرو سبايناليس كابيتاس، وساكرو سبايناليس سيرفيس. لو شفنا كمان الاليو كوستاليس ماسلز جايه من الالياس، من منطقه الالياك دي، وطالعه فوق شابكه في الضلوع ديت. تمام. شوف حتى الكوادريتاس لامبورم، وشوف ديت. طيب هنشوف العضله الثانيه اللي هي من عضلات الجسم، اللي هي ايه دي المالتيفيدس. دي المالتيفيدس اهيت واخده من الساكرال تحت، واخده برضه من بوستيريوس اليو ساكرو سباين ورا، وطالعه فوق. وهي انت مرشقه، دي العضله دي مرشقه فين؟ في السباينس بروسيس، في البروز بتاع الفقرات من الخلف. وهذه العضله مسؤوله عن تثبيت فقراتنا. شوف سبحان الله كام فقره، لو عدينا كده ممكن هنلاقيهم حوالي 11 او 12 فقره. ودي العضله ديت انا بعتبرها عضله رئيسيه جدا جدا في تثبيت الفقرات او العمود الفقري حينما يتحرك. لو الواحد جلس، الجلسات بتاعتنا الخاطئه العضلات دي ما بتشتغلش لانها خلاص الانسان ثابت، لكن دي العضله تشتغل اثناء تثبيت العمود الفقري. نشوف عضله ثانيه من عضلات العمود الفقري، وشوف شكل التشريح بتاعها جاي منين. من الدورسو لامبر فاشيا، واخد حتى من منطقه الاسكال تيبوريستي هنا، وطالع لغايه فوق مشوار طويل قوي لغايه الرقبه. سبحان الله. يعتبر منشأ المنطقه ديت منطقه يعني ثمينه جدا بمنشأ العضلات اللي طالعه من الظهر، طالعه لغايه فوق. طيب اذا ظبطنا هذه المنطقه بجلوسنا على الكوره، منظر زي ده مثلا، هنا الكرة دي بتحتاج توازن. إذا جلسنا عليها، التوازن ده مسؤولية عضلات البطن وعضلات الظهر اللي هي مثبتة للهيكل العظمي، لأن الكرة unstable something pushing the cerebellum، المخيخ، عشان يعمل بالانس. تبدأ أوامر تيجي لعضلات الثبات تقوم بدور تثبيت على الكرة. طول ما أنت جالس على الكرة مسؤولية التوازن ده اهي. حتى ممكن نعمل اختبارات زي كده، حاجات من. نرجع تاني لمعلومة خطيرة جدا جدا، وهي عضلة البطن وشفتها وتأثيرها على العمود الفقري. العضلة دي لو شفطناها اللي هي ترانسفيرس ابدومينس ماسلز، لو شدناها كده هنوفر مجهود على المنطقة دي بنسبة 30%، وهنا بنسبة 50%، يعني متوسط 40%. سبحان الله. وترتاح عضلات الظهر بنسبة 55%، يعني هيكون عندنا رصيد من عضلات الظهر بنسبة 55%، عشان ما يحصلش ترحيل على الفقرات بتاع العمود الفقري. طيب ممكن نسجل دلوقتي، نلقي نظرة بقى، يعني ممكن نوقف دلوقتي ونشوف بعض التمارينات اللي هي بتاعة الكورة زي ديت تمرينات زي ديت، تمرينات للمنطقة رقبة.
استعداد لمنطقة عضلات الظهر. الكرة أصلا بتستدعي إن أنت تعمل توازن في أي حركة من حركاتها، في بعض حاجات زي كده موجودة. تمام. طبعا أنا ضد الكلام ده، مش مع تثبيتها، لأن تثبيتها أفقد حوالي أكتر من 60-70 من الفوائد بتاعتها. ولكن لعيبه زي دي مثلا، لعيبه زي دول مثلا اهو فتنس بول، يعني الكرة دي اصلا لها حوالي 15 اسم، ولو حصلنا 15 اسم ده نبذة عن معد البرنامج، مش وقته ده. شوف شغلنا كله في الكرة ديت على منطقة المخيخ، على البالانس والكوردينيشن. الانسان بدون بالانس وبدون كوردينيشن، وخاصة مع كبر سنه، يؤدي الى ايه؟ ممكن يحصل فول داون، يقع، فيحصل كسور في عنق الفخذ دائما، يعني ما بتحدث. يعني نتمنى ان الكور دي تنتشر للجلوس عليها في المكاتب. اخواننا اللي هم اجسامهم واوزانهم تقيله ومشاكلهم في الجلوس، الكرة اصلا بتنمي بحاجه اسمها البروبيوسيبشن، او بتسمي حاجه اسمها بروبيوسيبشن نيورو ماسكولار فاسيليتيشن. وده لحد ما مؤلف البرنامج وبعض التمرينات اللي احنا حكيناها دلوقتي